أما بعد، فيا عباد الله، نحن نعيش في هذه الآونة في ظلمات شديدة. إذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراها. وأعظم دليل على أننا نعيش في ظلمات هو واقعنا المرير الذي نعيشه، وحياتنا المليئة بالمدلهمات والخطوب، حيث يسفك بعضنا دماء بعض، ونخرب بيوتنا بأيدينا، ونيتم أطفالنا بأيدينا، ونرمل نساءنا بأيدينا، ونذهب ريحنا بأيدينا. وعدونا وعدو الله ورسوله وعدو الإسلام والمسلمين يضحك منا ويسخر علانية لا سرا. نحن نعيش في هذه الآونة في ظل التشويش والتهميش، حيث يفسق بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا. خصومة وحدة وغلظة وقسوة وتخاصم وتدابر، ولا قاض بيننا. يا عباد الله، يقولون في الليلة الظلماء يفتقد البدر. في الليلة الظلماء يفتقد البدر. أين يكمن هذا البدر الذي يمحو الله عز وجل به هذا التهارج وهذا التحارش وهذا التهاوش؟ أين هذا البدر الذي يبدد الظلمات ويخرج الأمة من الظلمات إلى النور، فيجمع شملها من شتات ويحقن دماءها ويحافظ على أعراضها وعلى قوتها ويغيظ عدوها؟ أين يكمن هذا البدر؟ يا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا عباد الله، أما تركنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ أما ترك لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أما ترك لنا سنته العطرة المحفوظة من التبديل والتحريف؟ يا عباد الله، يا أهل بلاد الشام، يا علماء هذه الأمة، يا حكماء هذه الأمة، يا عقلاء هذه الأمة في هذا البلد، هل نسينا قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب؟ الحكمة ذكر الله تعالى لفظها في القرآن العظيم 20 مرة، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، ومن صفته الحكمة. يا عباد الله، الحكمة هي وضع الشيء
في موضعه اللائق، وهي فعل ما ينبغي فعله في الوقت الذي ينبغي فعله. الحكمة مكملة للفقه والعلم، ولقد أثنى الله عز وجل على سيدنا سليمان حين آتاه الله عز وجل هذه المنة، فقال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأثنى على سيدنا لقمان عندما وهبه الحكمة فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. يا عباد الله، الحكمة جمعت خيرا كثيرا، فجعلت الحكيم يمتاز بمكارم الأخلاق وحسن التصرف وحسن الثناء عليه. وصدق الله تعالى القائل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يا عباد الله، البدر الذي افتقدته الأمة في الليلة الظلماء هو الحكمة، فبالحكمة يرتب الحكيم قائمة الأولويات ودرجات المصالح ودركات المفاسد. بالحكمة يكون الحكيم حريصا على استقرار وطنه وتماسك مجتمعه. بالحكمة يكون الحكيم زينا ويمنع عن نفسه الشين. الحكيم هو الذي يحقن دماء أهل بلده. الحكيم هو الذي يغار على نساء أهل بلده وعلى مال بلده. يا عباد الله، الحكمة كلها خير ولا تأتي إلا بالخير، ولا تقود الناس إلا إلى الخير. الحكمة لا تشترى بالمال ولا بالذهب والفضة، لأنها فوق المال والذهب والفضة. يا عباد الله، البدر الذي يفتقد في الليلة الظلماء هو الحكيم الذي يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، لأنه يدرك أنه إذا قال ربما ندم، وإن لم يقل لم يندم. الحكيم هو الذي يعرف مواضع الإكرام ومواضع الإهانة. الحكيم هو الذي يعرف زمانه وأهل زمانه. الحكيم يعرف في الشدائد والمدلهمات. الحكيم لا تحكمه المصالح الشخصية ولا الأهواء، ولا يحكمه الحب ولا البغض. الحكيم هو الذي يجعل الأمور في محلها. الحكيم هو الذي اتخذ من سيدنا معاوية رضي الله عنه مثالا يحتذى به في الحكمة من خلال مبدأ الشعرة التي عرف بها عند اللاحق والسابق. يا عباد الله، الشخصية الحكيمة هي التي تفكر بحساب وتعمل بحساب وتلجم الأفعال بلجام من عقل وفكر واتزان. الشخصية الحكيمة يا عباد الله هي التي عرفت بأن الحكمة معدن نفيس لا ينال بليت ولا بلعل. الشخصية الحكيمة هي التي تعلم بأن الحكمة ضالة المؤمن
أن وجدها أخذ بها، ولن يجدها إلا في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكيم لا يقوده إلا كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله. الشخصية الحكيمة هي التي عرفت بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان أعقل الناس وأكملهم، حيث قاد البشرية جمعاء إلى جادة الأمن والأمان والسلام والإسلام، وجمع شمل الأمة وحقن دماءها وصان عرضها ومالها. رحم الله من قال: ولا خير في عقل إذا العلم غائب، ولا خير في علم يكون بلا عقل، فلا بد من عقل وعلم كلاهما يقوداننا نحو الرزانة والفضل. إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هل ما يجري في بلدنا أيها الإخوة، هل ما يجري في واقعنا من ورائه إنسان حكيم أو جماعة حكماء؟ هل من الحكمة أن نسفك دماء بعضنا البعض وأن نذهب قوتنا؟ هل من الحكمة أن نخرب بيوتنا بأيدينا؟ وهل من الحكمة أن نجعل عدونا الذي رسخ فوق صدورنا في أولى القبلتين وثالث الحرمين، هل من الحكمة الذي يجري في بلدنا؟ أين الحكيم أيها الإخوة؟ في الليلة الظلماء يفتقد البدر. اللهم ردنا إلى قرآننا، اللهم ردنا إلى هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمع شمل هذه الأمة على الكتاب والسنة، اللهم احقن دماءها، اللهم استر أعراضها، اللهم أمن روعاتها. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.